نعم، السؤال الذي لم أجد له إجابة، ينزل ولا يخلو منه العرش، تعتقد هكذا؟ والله الذي لم يرد في الكتاب والسنة نتوقف فيه. يعني أنت تقول يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ نتوقف، ما ورد لا فقط يعني النزول. خلاص ماشي نتوقف. إذا احتمال أن يكون العرش خاليا منه فيكون في السماء ما الدنيا أقول لك لا وفوقه. يحتمل ولا خلاص. ولا أحكي الإذن تقف ما تبعي. ليس لك أحكي به. الإذن أحكي الإذن تبعي. الله جل اسمعنا لا الله جل لا جلاله لا يقول ولا خلاص، تقف. أنت أجبت، أنا أحكي الإذن تبعتي، أنا عندي إذن ماشي. إذا عندما يقول أتوقف، تمام، فإجابته تعني أنه احتمال أن يكون الله في السماء الدنيا بذاته، ماشي، وفوقه 7 سماوات وفوقهم الماء وفوقهم العرش، ماشي. لا لا طيب قول هذا لي، كلام باطل. ينزل ولا يخلو منه العرش؟ كلام باطل. إذا لا يخلو من العرش، كلام باطل. صح؟ ما هو الصواب؟ ممكن أنه يفني العرش عندما ينزل. ممكن لو ما والله هذا عقيدة حلوة، عقيدة إفناء العرش. ممكن لو ما ممكن. ما فيش هذا الأمر يا أخي، ممكن ما لو فيش ما هذا ممكن. الكلام. لحظة بس يا هذا أبو الكلام ساجد، ليس لا موجود. تتدخل يا أبو ساجد، تمام، لحظة شوي. ممكن أو ما ممكن. إذا يا جماعة ممكن الله بالمفهوم الوهابي. جاوبني. ما أنا بدي أجاوبك. اسمعني يا رجل. ما أنا بدي هذا ليس أجاوبك. بمفهوم ما أنا الوهاب بدي ولا بمفهوم أجاوبك أهل يا أبو السنة. ساجد ما تقولش تشوش. بس ما تقولش بمفهوم الوهاب. ما كل ما سلف تقولش عنده رأي بمفهوم آخر. الوهاب. ما تقولش تكلم كلكم عندكم اختلاف، مختلفين في الإجابة أصلا. المهم ابو همام طلع في عقيده جديده، واحد بيطلع لنا زي شمس الدين، في زي محمد شمس الدين، محمد شر الدين، بيطلع لنا في عقيده اسمها الشق، ماشي. هذا طلع لنا الان في عقيده ايش؟ عقيده افناء العرش، عندما ينزل يفني العرش. ممكن أو ما ممكن. لماذا؟ ممكن أو ما ممكن. ما انا بدي اجاوبك يا اخي، بدي اجاوبك يا اخي، بدي اجاوبك والله. انا عمال بجاوب. اهدأ قليلا، تمام. طلع لنا في عقيده ايش؟ ممكن ان يفني العرش. لماذا؟ حتى يكون يعني عندما ينزل يكون لا يوجد شيء فوقه، تمام. طيب والسماوات ممكن يفنيها ايضا؟ عشان اكمل اجابتي، ما هو في فوق السماء الدنيا يا حبيبي. ممكن في فوق السماء الدنيا، في السماء الثانيه والثالثه والرابعه، ممكن يفنيهم. ممكن. ممكن. اذا المسيح عليه الصلاه والسلام يا جماعه الموجود في السماء الثانيه، تمام، بما انها افنيت يكون المسيح افني كل ليله، صح؟ استغفر الله. يلا قول لي ممكن. يلا ممكن. وبعد ممكن والملائكه اللي حاملين العرش ممكن يكونوا افنوا، صح؟ ينزلوا للاولى. ممكن ينزلوا معاه. يعني يا جماعه، طيب خلاصه الموضوع هذا، والله حوارك مضحك على الاخر. خلاصه الموضوع يا جماعه انه عندما ينزل، تمام، يفني السماوات السبعه، يفني السماوات السته والعرش، تمام، والملائكه، صح؟ انت طرحك مضحك. ما والله انا طرحي مضحك، انت اللي اجابتك مضحكه. جارك بالمضحك. يلا اكتم المايك شوي. اذا يا جماعه حتى يخرجوا من هذا الاشكال اخترعوا عقيده ممكن. لا بدي اكتمك. انا بكتم المبتدع، انا بحب اكتم المبتدعات، تمام. اخترعوا اعتقاد اسمه إمكانية إفناء السماوات التي فوق السماء الدنيا وإمكانية إفناء العرش، تمام. يعني العرش يا جماعة والسماوات، العرش والسماوات كل ليلة يفنوا، ثم كل ليلة يخلق مرة أخرى، صح يا همام؟ هسه السؤال لي همام، صح؟ السؤال لي الله كان الله ولا شيء معه. يا حبيبي خلص من المصيبة اللي انتم فيها أول، تمام. كل ليلة الله يفني السماوات ويفني العرش، تبقى السماء الدنيا، صح؟ أنت تجيب أم لا تجيب؟ أنا أجيبك والله، هي أنا بجاوبك، بقول لك شو في مصايب عندك. خلاص أنا جاوبتك شو ما تضحك ما تضحك الآن جاوبني. طيب كان الله ولا شيء معه، صح لو مو صح؟ كان الله ولا شيء معه، صح؟ أين خلق الخلق؟ خارج عنه داخلا فيه، خارج عنه دخل فيه. طيب اكتب حتى أجيبك، لأنك ستقاطعني عندما أتكلم. اكتب حتى أجيبك، بدي أجاوبك. على جوابك. يلا اكتب حتى أجيبك. الآن هو يقول عندما خلق الكون، تمام، هل خلقه داخل ذاته أم خارج ذاته؟ صح هذا سؤالك؟ صح؟ استغفر الله. ما أيوة ممتاز، نعم. ما هو أنا ليش بقول للوهابي صح؟ تمام، بسأله عشان بعد شوي بغير سؤاله، بقول لا أنت لم تفهم سؤالي.
طيب الآن إذا يا جماعة هذا هو سؤاله. طيب هو عندما قال هل خلقهم داخل ذاته أم خارج ذاته، هو اعتقد بأن لذات الله داخلا وخارجا، فبناء على اعتقاده هذا قال هل خلقهم داخل ذاته أم خارج ذاته. تمام. هذا السؤال عليك أولا أن تبنيه على دليل من القرآن والسنة يقول فيه باللفظ أن لذات الله داخلا وخارجا، ثم تسألني فيه. تمام. يعني ثبت سؤالك أولا. تفضل يلا. ما سألتك، لا أنا قلت لك أين خلق الله الخلق؟ لا إله إلا الله. ما أنت بدك الداخل والخارج. إذا شوف راح أمشي على كلامك. أنت لم تعطي دليلا. أنت لم تعطي دليلا أن لذات الله داخلا وخارجا. أعطيني الدليل عشان أجاوبك. يلا. لما قلت لك اسمع، لما سألتني عشان قلت لك أتوقف، بقيت تعطي احتمالات من يا حبيبي أنا ما فيش عندي فكرة أتوقف، هذه تبعت الهروب اللي عندكم. أنا باختصار أقول لك دلل على أن لذات الله داخلا وخارجا، ثم اسأل هذا السؤال. ماشي؟ طلبي منك أن تقول لي يوجد آية يا بحار في القرآن الكريم أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لذات الله داخلا وخارجا. صدق الله العظيم. تمام؟ يلا أعطيني الآية أو الحديث. إذن أخوان، شو إذا ما عندك آية أو حديث؟ اسمعني. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش خلقهن في داخله. ما فيش عنده داخل وخارج أصلا. أعطيني أنت آية أو حديث تقول لذات الله داخلا وخارجا. الأسئلة البدعية هذه خليها عندك. يجتمع النقيضان عندك يا أخي. النقيضان بقول لك هات من القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى إن لذاتي داخلا وخارجا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لذات الله داخلا أو خارجا. أعطيني إياها. تفضل. الله عز وجل طبعا. الله عز وجل أين جاوب على هذا السؤال. بدك تقول لي أين؟ أنت بتثبت الداخل والخارج. أنت مبتدع لذات الله داخلا وخارجا. أنت ابتدعت داخلا وخارجا. تفضل. وأنت ابتدعت السؤال عن خالي يخلو العرش. يعني الجواب تبعته وأنت يا بحار. يعني هو يقر الآن بخطئه. شكرا لك. مسألة وأنت أيضا، هذه قاعدة وأنت أيضا الملاحدة يعملوها. وأنت أيضا يعني شوف، عند البحار ممكن أن الله يخلق الخلق داخله. ما في عندي داخل وخارج. لا إله إلا الله. ممكن. أنا أقول ليس لذات الله داخلا وخارجا أصلا.